طيب يا جماعة، أنا آسف على السحب، صار لي فترة ساحب صراحة، ما في مبرر هيك، بس ساحب. المهم، اليوم في طوشة كبيرة وجدا شو اسمه، أيوة يعني لك إنه الدم للركب، يعني قصدي. المهم، فيديو اليوم عن علقة أو العي تبع العي، حبيتها هي تبعيد باب الحارة، حي أولاد، بين عمر أبو الرب وميكس جوز ضحى، زوج ضحى. المهم، أول اللي بلش هاي المشكلة كلها واللي شعلها هو عبارة عن أول في شو اسمه، وقتها ضحى طلعت بلايف بتحكي عن محتوى أبو الرب تافه أو إنه ما بتحبه أو شي. هلا رح أحطلكن إياه اللايف. السؤال الثامن: شو المشكلة اللي بينك انت وابو الرب؟ فيش ولا مشكلة. طب ليش بتحكي محتوى تافه؟ كل واحد ورأيه نجم، أنا ما يعجبنيش محتوى. تمام. بعدين بعد هاي القصة كلها، عمر أبو الرب طلع بفيديو يوتيوب عم ينتقدن، أو مو عم ينتقدن، مثل كأنه عم بيقول إنه إذا أنتوا عم تحكوا عن محتوى تافه، أي حدا تافه عادي، حرية شخصية ومدري شو، بس إنه لازم يكون محتواكم أحسن. كانت عن اللحية، فأراكم جد أوكي. فيديو اليوم عن ميكس وضحى، وفي سبب وراء الموضوع، في سبب قوي كثير. في مقطع كثير انبعث لي آخر فترة من لايف تيك توك، والناس بعتوا لي على أساس إن جابت سيرتي. بس يعني شوي أورجيكم. السؤال الثامن: شو المشكلة اللي بينك انت وابو الرب؟ فيش ولا مشكلة. طب ليش بتحكي محتوى تافه؟ كل واحد ورأيه نجم، أنا ما يعجبنيش محتوى. تمام. هلا وجهة نظر بالأخير، يعني الناس آراء، في ناس بتحب المحتوى، في ناس ما بتحبه. كثير حاسة بتحكي بشغف، كثير بكره محتوى، بكره. هلا شوفوا، ما اظن بتحكي عني، اظن قصدها عن احمد، وكثير غريب انه قصدها عن احمد صراحة. يعني احمد حاليا صراحة بعتبره اكثر انسان بتعب على اليوتيوب العربي. بس يا اخي هون قعدت افكر، اوكي بالعادة لو بدك تحكي عن محتوى الناس تافه، لازم يكون محتواك مش تافه. وأنا بصراحة معه لعمر أبو الرب أحمد أبو الرب، شباني عم خربط. أنا معه لعمر أبو الرب بهذا الفيديو، لأنه هو ببساطة ما انتقد كشخص، ما حكى أي شي، ما سوى أي شي، يعني مخل بالآداب. والله إنه وزير ثقافة مخل الآداب. ايه، وانا معه، يعني هو انتقد المحتوى، هو ما قرب لا على الشخص ولا على الجمهور او على الهي. ف بعدين بيطلع ميكس بستوري على الانستغرام بيقول انه ما بدري، ما بعرف شو بيقول بالضبط، بس انه بيطلع بستوري على الانستغرام بيحكي شي عن عمر ابو الروب، انه اذا بتنتقدني مرة ثالثة رح خليك تزعل وكذا وهيك حركات، انه الثالثة ثابتة ومدري شو هيك بيقول له. جماعة اليوم شفت فيديو من يوتيوبر، بالنسبة إلي يعني أنت يوتيوبر هالقد بعيني، هالقد إيش، وبشرفنيش إني أذكر اسمك، لأنه أول مرة انتقدتني وبعثت لك باحترام ورديت علي باحترام وقلت لي خلص ما راح ينعاد. ثاني مرة رجعت نزلت عني فيديو اللي هو اليوم وانتقدتني. أنا لو بدي أبلش فيك وبدي أذكر اسمك، أقسم بالله ما بتركك بحالك، راح تندم، والله راح تندم. هذا ثاني تنبيه. الثالثة راح تكون ثابتة، ولا تزعل، لا تزعل من اللي بده راح يصير. بعدين عمر ابو الروب يفهمها كأنه انتقاد، تهديد، فبيطلع كمان هو بستوري انستغرام، بيطلع برد عليه بيقول له انه انا ما انتقدكم انتو، انا ما بالعادة بحكي شي غلط على المتابعين، على الشخص، يعني على صانع المحتوى كشخص، انا بحكي على المحتوى ومحتواكو زبالة. الزلمة جد بحترمه وبحبه، انه هلا طالع مهددني، ومش اول مرة ترى، بس يكون الصار مش اول مرة يوصل لي تهديد هيك. اول مرة جابت سيرتهم فيديو كمان وصلني تهديد، وانا اللي اجيت حكيت معك، مش انت اللي حكيت معي، وحكيت معك باحترام. اول اشي اللي حضروا فيديو اليوم عارفين هاي الشغلة، وعارفين انه كل فيديوهاتي مستحيل يكون فيها اي نوع من الاساءة للشخص، مستحيل اسب، مستحيل اجب الشخص نفسه، باجب المحتوى، والمحتوى اللي هو زبالة وما بنحضر. بعدين ميكس بيفتح، مو بيفتح، انه بيعمل مثل البوست على الانستغرام
بيسميه أنا فتحت لايف تسليمات. ف وبيروحوا على اللايف، فبيقولوا انه يروحوا على اللايف، فبيروحوا على اللايف بيقول ميكس انه في حدا شخص مدري شو انه حكى علينا، انا بس بدي اياكم تروحوا تسلموا عليه مدري شو، وفاتح اللايف اسمه فاتحه سلام. فهن عم يحكوا كذا، فبتطلع ضحى بتقول بهذا اللايف انه امه لعمر ابو الرب، امه حاس حالي عم سبه، امه لعمر ابو الرب، امه بتحضر محتواهن على يوتيوب. انا مش راح اذكر اسمه، بس في واحد قال عنكم انتم متابعين عمركم 5 سنين وبس. خلص لانه الصراحه ميكس والله العظيم يعني انا نفسي تفرجوه السلام الصح، والله العظيم. المشكله اني امه بتتابع فيا. امه بس انا بصراحة هاي العلقة يعني طوشة العي ولاد. انا بصراحة رأيي من رأي عمر، هو بس ما حكى شي عن الشخص. وكمان صحيح نسيت اقول شغلة، انه باللايف اللي فتحه ميكس بيقول انه قال عن متابعينهم اطفال، يعني انه مثله كأنه سبهم، قال عمرهم 5 سنين وكذا، فبيقولون انه يروحوا يسبوه لعمر ابو الرب. بس انا بصراحة بهي العي ولاد انا بصراحة مع عمر، لانه عمر ما غلط، عمر بس حكى عن المحتوى، لا جاب سيرة شخص، لا سب، لا حكى كلمات غير لائقة ولا شي. والله انا عن جد محلي مو هون، انا محلي يكون وزير الثقافة. كلمات غير لائقة، انا فصحى بحكي، اسطوري انا. مهم هو بس انه فتح الكاميرا، صور فيديو من المحتوى الطبيعي اللي بيسويه كل يوم، او مو كل يوم، يعني انه كل فيديو نفس المحتوى. فتح بس ببساطة ورجع انه شلون المحتوى تبع ميكس وضحى مانو كتير، يعني مو كتير للبالغين بالعمر. فرجع كيف انه مقالبن كذب، فرجع انه شلون عم يستغبوا مشاهدينهم. فهو عن جد بصراحة انا معه لعمر ابو الرب، هن عن جد عم يستخبون. يعني هلا مثلا مقلب قال بشو المقلب تبع قال طردت اهلي اهل ضحى من البيت. اول لقطة بالفيديو بتطلع ضحى عم تحكي مدري شو، منلاقي ميكس واقف وكمش الموبايل عم بيلزقه بالحيط عشان انه يصوروا المقلب. يعني كيف تكون تقنعوني انه في اي حدا بالغ عاقل راشد صالح للاستهلاك البشري، انه كبير يا اخي، انه مثل كيف بدي اقولها، انه بيقبل يرضى انه بيتفرج على هيك محتوى. يعني خلونا نكون صريحين، محتوى ميكس وضحى على التيك توك ولا على شو اسمه على اليوتيوب يعني واضحة موجه للأطفال، نقعد نلف على بعض وندور ونضحك ونكذب وكذا، لا مو محتوى للأطفال. يعني مين بيهمه مثلا انه والله مقلب التوأم بأختي بميكس، مقلب توأم انا وقمر بميكس. يعني انا شو بيهمني اني اشوفك انتي وقمر او انتي واختك توأم وعم تعملوا مقلب على ميكس. حتى ردة فعل ميكس نفس الشي، هي حكاها عمر ابو الرب بالفيديو، يعني توأم انتو يعني واضحة ردة فعل مصطنعة، او انه عم بيحاول يسوي حاله مصدوم. وحتى بالمقلب هذا تبع الحمل لما حطته بالكوكا كولا الجديدة ومدري شو، يعني واضح حال انه حاطين اول شي ميكس قال ضحى قالت انه انا رح احط هذا الموبايل، انا بالعادة دائما بحطه هون وبضله شغال، بس رح اقلبه لورا انه رح تبين كاميرته الخلفية. وطبعا شي طبيعي، يعني كل يوم بلاقي هذا بالمطبخ، الموبايل مقلوب بالمطبخ وشغال على كاميرته الخلفية، وشي واضح يعني. وبعدين بس انه تكشف له المقلب اللي بيكون واضح انه تمثيل، بصير ميكس بيقعد بيعمل حاله زعلان وعم يبكي ومدري شو، فبيطلع بيقول له
بس تكشف له الكاميرا ضحى لميكس، بيقول له ميكس انه شو حاطة كاميرا صغيرة. يعني واضح انه في استغباء لعقل المشاهد اللي عم بيشاهد، عزيزي المشاهد. والله، وهي هي الفكرة كلها والطوش اللي صايرة. بس هيك حبيت اطلع سلم عليكم، اشتقت لكم، صار لي فترة غايب، انا اسف. بس والله ما عندي عذر منيح اخي. المهم كان عندي فحوصات، خلص مشيها وبس. والله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تحطوا 500 ألف مليون لايك وبس. باي.